اللي جاي. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا وهو حسن الخلق. للاسف الشديد شارعنا المصري في الوقت الحالي وبقالنا فتره طويله على كده كلنا بنشتكي من مش هنقول سوء الاخلاق، لكن اكيد احنا في حاجه ان احنا نصلح اخلاقنا عشان نبقى احسن من كده بكتير. ربنا سبحانه وتعالى حط لنا في المنهج الاسلامي بتاعنا منهج نمشي عليه قد كده، هو اكثر من رائع. لما نيجي نتكلم عن الأخلاق بنلاقي إن كل الديانات السماوية بصفة عامة تتكلم عن حسن الخلق، إن لازم نتحلى بحسن الخلق. حتى الأديان الوضعية اللي هي بتكون من وضع بشر بتحث على التحلي بمكارم الأخلاق. ربنا سبحانه وتعالى ادانا احلى قدوه لينا وهو الرسول عليه الصلاه والسلام، ان هو كان متحلي بقمه الخلق، لان هو اسوه حسنه لينا. لان الرسول عليه الصلاه والسلام لينا فيه اسوه حسنه، ولكم في رسول الله اسوه حسنه. لمين الاسوه دي؟ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. فلما نكون عايزين ربنا وعايزين نسعى للاخره يبقى لازم يكون عندنا حسن الخلق، لان ربنا سبحانه وتعالى وصف وسيدنا محمد وانك لعلى خلق عظيم. طب التحلي بالاخلاق او مكارم الاخلاق هي اكيد كانت من شيم العرب، فلازم احنا نرجع تاني ان احنا نتحلى بهذه الاخلاق. الرسول عليه الصلاه والسلام ادانا منهج تربوي ازاي يكون عندنا التحلي بحسن الخلق. فقال اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. الرسول عليه الصلاه والسلام اوصى ابو هريره بوصيه عظيمه جدا، قال له عليك بحسن الخلق. فقال ابو هريره وما حسن الخلق يا رسول الله؟ قال الرسول عليه الصلاه والسلام حسن الخلق هو ان تعطي من حرمك، وان تعفو عمن ظلمك، وان تصل من قطعك. فعلينا بمناسبه رمضان كل سنه وانتم طيبين، يا ريت كلنا نتواصل مع بعضنا، اللي ليه اقارب، اللي ليه جيران، اللي ليه معارف، كلنا نتصل ببعض نسال عشان نكون بالفعل نقول ان احنا مسلمين بحق.